السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة تقليدية بس مش عادية خالص. هنعمل النهاردة وصفة شعرية باللبن، بس بجد لو ما جربتهاش بالطريقة والتكات اللي هنعملها لها دي يبقى ما اكلتش شعرية قبل كده خالص. تقدري كمان تحضريها بالفرن، وتقدري كمان تعمليها من غير فرن. قد ايه يا جماعة، جميلة جدا وكمان مغذية وتدفي بقى في السقعة اللي احنا فيها. طبعا الجو ساقع جدا جدا النهارده، تقدري بقى تعمليها للولاد كده ياكلوها بقى بألف هنا وشفا. قبل ما ندخل على الطريقه يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نسمي الله صلى على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه معايا هنا كده حله على النار، حطيت فيها كده يا جماعه معلقتين من السمنه البلدي، او عندك معلقتين زبده او اي ماده دهنيه انت بتحبيها تقدري تحطيها. هسيح كده السمنه معانا بالشكل ده كده يا جماعه. وبعد كده عندي كمان هنا هحط لها كوبايه من الشعريه، وطبعا على قد كميه الاسره بتاعتك، يعني تقدري تضاعفي بقى الكميه من دلوقتي. انا عملت كده كوبايه من الشعريه. هبدا بقى يا جماعه احمر كده الشعريه، وطبعا ايدك بقى ما تسيبش التقليب منها خالص، يعني لحد بس ما تاخد معانا كده لون ذهبي خفيف. هنشوف بقى المرحله اللي جايه هنعمل فيها ايه. شايفين كده خلاص الشعريه اخدت لون ذهبي فاتح كده خفيف بالشكل ده كده يا جماعة. بعد كده بقى معايا هنا نص كوباية من السكر. انا بقى حطيت السكر في المرحلة دي علشان بقى السكر يتكرمل كده مع الشعرية، وبيكون بقى طعم الشعرية حلو جدا جدا. هفضل برضو اقلب في الشعرية لحد بقى ما تاخد لون ذهبي حلو جدا. وطبعا لون ذهبي كده يكون غامق شوية، علشان لما بننزل بكمية السوائل الشعرية بتاعتي بتفتح شوية. شايفين بقى ده اللون كده المظبوط؟ شايفين ذهبي كده تقيل شوية. كده خلاص الشعرية بقت جاهزة معايا بالشكل ده. بعد كده بقى يا جماعة معايا هنا كوبايتين من المية. نزلت طبعا واحدة واحدة كده عشان طبعا بتطرطش كده في الأول. نزلت كده بأول كوباية، وكمان معايا تاني كوباية. نزلت كده بكوبايتين بقى المية بالشكل ده كده يا جماعة، وهبدأ أقلب بقى الشعرية كويس. ومعايا كمان هنا رشة بس من الملح. اديتها كده تقليبة، وههدي بقى عليها النار وهغطيها واسيبها بقى تستوي سوا كامل يا جماعة. لازم تستوي سوا كامل معاكي. خلاص بقى على بال بقى ما نجهز المرحلة اللي بعد كده. عندي هنا 3 كوبايات من اللبن بالشكل ده كده يا جماعة. هحط لهم كمان عندي هنا معلقتين من الكريم شانتيه. وطبعا اي حاجة بقى مش متوفرة عندك في الحاجات اللي هنحطها دلوقتي مفيش اي مشكلة. وهحط لها كمان معلقة واحدة بس من الكاستر. يبقى حطيت معلقتين من الكاستر، معلقة واحدة من الكاستر ومعلقتين من الكريم شانتيه، 3 كوبايات من اللبن. هقلبهم بقى كويس الاول كده على البارد يا جماعة، لحد ما كده ما ادوب الكريم شانتيه مع معلقة الكاستر اللي حطيناها بالشكل ده. وطبعا في الوقت ده بقى الشعرية بتاعتي كانت استوت خالص واتشربت المية كلها اهي يا جماعة. لازم تستوي سوا كامل علشان طبعا لما تيجي تحط بقى اللبن ما تاخدش منك كمية لبن كتير. هنزل بقى باللبن اللي حضرناه بالشكل ده كده اهو يا جماعة، وهقلب بقى الشعرية بتاعتي بالشكل ده كده. بجد وصفة شعرية باللبن خطيرة جدا جدا، وتدفي بقى الاولاد. طبعا الايام دي في امتحانات تعملها لهم كده بقى وهم بيذاكروا بالليل، ما شاء الله كانت خطيرة جدا. اديتها بس تقليبه كده يا جماعه. بعد كده عندي بس مكعب هنا من الشوكولاته البيضاء، وطبعا لو مش موجود مفيش اي مشكله. هسيبها بقى تغلي غلوتين كده علشان طبعا معلقه الكسر اللي حطيناها تستوي، ما يكونش كده طعم الشعريه باللبن بتاعنا يكون طعمها نشا او اي حاجه. يا دوبك بس تغلي غلوتين. وبعد كده بقى يا جماعه حضرت هنا، جبت علبتين من القشطه اللي هي قشطه المائده العاديه اللي بتبقى زي علبه الزبادي كده. ممكن كمان تجيبي وش اللبن، ممكن تعملي معلقتين من الكريم شانتيه تضربيهم بميه بس، اي حاجه. شايفين بقى قوام الشعريه بتاعنا يا جماعه؟ تقدري بقى تستكفي بالمرحله دي كده وتعبيها في اطباق وخلاص. لكن لو حابه تدخليها الفرن هتحطيها بقى في الطواجن بتاعتها كده بالشكل ده. يعني حابه تحطيها في الفرن، حابه ما انتش حابه تقدري بقى تغرفيها كده في اطباق، وهتبقى حلوه جدا جدا. هغرف بقى الطواجن بتاعتي كلها بقى يا جماعه بالشكل ده كده.
وهي كده لسه سخنة كده، وهخلص بقى الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة. وشايفين اللهم بارك الطواجن كلها اخدت الكمية بتاعتي كلها كده، خلاص بقت جاهزة معايا. بعد كده حطيت بقى القشطة بتاعتي كده في كيس تلاجة، وهبدأ بقى احطها كده على وش الشعرية بتاعتنا اهو يا جماعة بالشكل ده كده. وزي ما بقولك لو حابة برضو تدخليها الفرن من غير اي حاجة مفيش اي مشكلة. حطيت بقى القشطة كلها كده فوق الشعرية بتاعتي بالشكل ده. وطبعا في المرحلة دي بقى بكون مشغلة الفرن، يعني بشغل الشواية بس. طبعا كل حاجة مستوية عندنا بدخلها تحت الشواية تاخد لون بس كده يا جماعة. شايفين اللهم بارك، كانت حلوة جدا جدا. قد ايه بقى عجبت الاولاد كلها، وكمان يعني كل يوم بقى عاوزين منها على طول. تقدري بقى تاكليها وهي سخنة كده دافية لسه خارجة من الفرن. تقدري تسيبيها كمان لما تهدى وتدخليها التلاجة وتاكليها ساقعة، مفيش اي مشكلة زي ما انت حباها. هي يعني طعمها جميل جدا في الحالتين. ويا ريت بقى لو وصلت لحد هنا يا ريت تعملي لي لايك، وتكتبي لي كومنت حلو منك كده، وتعملي لي اشتراك. شايفين بقى يا جماعة؟ اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.